السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الهريسه، هنعملها بطريقه سهله جدا ومميزه. وهقولك بقى على كل الاسرار اللي تطلع ناجحه معاكي من اول مره، وتاخد اللون كده الذهبي من بره ومن جوه، تكون مكرمله كده وطعمها بجد خيالي. هتكوني فعلا مميزه في عمايلها، لان هي بصراحه احلى بكتير من اللي بتشتريها جاهزه. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه عندي نص كيلو من السميد. لازم السميد يكون وسط، ما يكونش ناعم وما يكونش خشن. عندي بقى المقادير: كوبايه من السمنه، كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، 3 معالق كبار من جوز الهند، معلقتين من الدقيق فانيليا، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. والجوز الهند اختياري، حابه تستغني عنه مش هيفرق كتير في الوصفه. هي الوصفه الاساسيه ما بيبقاش فيها جوز هند. حله بقى كده على النار، وهقولك بقى سر اللون الذهبي اللي بيخلي الهريسه لونها تحفه. هنكرمل بقى كده السكر على النار. هتنزلي بكوبايه السكر في حله كده على النار، وتاخدي بالك بقى عشان بتبقى سخنه جدا. هتقلبي فيها كده تقليب مستمر. اول ما السكر بقى يدوب تماما وما يبقاش فيه اي تكتلات، هتنزلي عليها بكوبايه من السمنه. فعلا الطريقه دي مميزه جدا وبيديكي لون تحفه. هتقلبي كده السمنه مع السكر كويس جدا. اول ما السمنه تسيح كده ويمتزجوا مع بعض، هتنزلي بكوبايه من الحليب. وتاخدي بالك بقى من الخطوه ديت، الخطوه دي مهمه جدا. اول ما بتنزلي بالحليب كده، الحليب كده بتطفي النار، لان هو بيفور جامد جدا. وبتقلبي بقى لحد ما الكتل كده بتاعت السكر بتحس ان هي اتجمدت وتفك تاني بسرعه جدا. عندي بقى هنا المواد الجافه. هنزل بالسميد وجوز الهند، الدقيق، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر والفانيليا. هنقلب كده المواد الجافه كلها على بعض، وهننزل بقى بخليط السكر اللي كرملناه على النار مع بعض. هنقلب بقى ما تقلبيش كتير، يعني هو او ما تعجنيش فيها كتير. هي الهريسه بتتعامل نفس معامله البسبوسه. السميد ما بيتعجنش كتير علشان ما تنشفش منك. اول ما تحسي بقى ان هي كده اتشربت كل السوائل وامتزجت مع بعض، هتوقفي تماما الصينيه بقى، وتكوني كريمه كده وانتي بتحطي السمنه بتاعتك. اهم حاجه هتدهنيها كويس جدا من السمنه. وهتفردي بقى خليط الهريسه كده في الصينيه. مفيش اسهل ولا اجمل من كده، وهتطلعي حاجه تحفه. حابه تعمليها ساده، انا النهارده هعملها كده. عندي سوداني مجروش كده، هحطها على الوش. اي نوع مكسرات طبعا تفضليه، وبايديكي بقى وهتضغطي كده المكسرات في الهريسه. وعلى الفرن بقى، وناخد بالنا عشان هي لونها غامق، ناخد بالنا من اللون بتاعها ومن اللون المظبوط في التسويه. اول ما بتحسي ان هي خدت اللون الذهبي من اطراف الصينيه، يبقى كده استوت وتمام. هنعمل بقى الشربات. عندي هنا كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه. هنرفعهم كده على النار، واول ما يغلوا والسكر يدوب، هننزل بعصير نص ليمونه، وهننزل بالفانيليا. وهيغلوا 5 دقايق كمان، وهنطفي النار. والبسبوسه والهريسه بتاعتي خرجت كده من الفرن، هي سخنه بقى، والشربات سخن. هننزل بيه عليها، وهنسيبها بقى لحد ما تشرب كميه الشربات كلها. ما شاء الله على الجمال، حاجه كده تحفه. ويفضل طبعا ان انتي ما تقطعهاش غير لما تبرد تماما. ويا سلام بقى لو سبتيها كده ليله من غير ما تقطعيها، تبقى حلوه جدا. انا هنا طبعا مستعجله علشان التصوير فصورتها على طول. ما شاء الله تحفه. لو انتي حابه طبعا حجمها اعلى من كده، هتحطيها في صينيه اصغر من كده. دي صينيه مقاس 28، مرمله جدا بقى. مش عايزه اقول لكم على الطعم. جربوها واكتبوا لي رايكم.